سهلي على نفسك وشكليها بالطريقة دي دفعة واحدة ووفري وقتك ومجهودك. بعد ما هنعجن عجينة القراقيش ونسيبها تخمر هنقسمها لنصين متساويين بالظبط. صينية مدهونة دهنة زيت بسيطة جدا، وبعد كده هناخد النص الأولاني ونفرده كويس. عجوة مفرومة حوالي ربع كيلو، زودته معلقة سمنة وكمان رشة قرفة ودي اختياري، وعجنته كويس وفردته بمساعدة كيس تلاجة بسمك رفيع، وسويته كده وحطيته على الطبقة الأولانية. نص العجينة التاني هفرده بنفس الطريقة ما بين كيسين تلاجة، أو لو مفيش أكياس تلاجة ممكن ورق زبدة، وهنفرده بنفس الطريقة. وبعد كده هناخده نحطه على طبقة العجوة الأولانية، هنسويه من كل جهة ونضغط عليه ضغطة بسيطة، وهمشي عليه فردة العجين كده علشان أطمن إن كل صينية سمك واحد. وبعد كده هدهنها دهنة حليب، وهرشها رشة سمسم، وهقطعها بسكينة أصابع الحجم اللي انتوا عايزينه. شغالة الفرن على درجة حرارة 180. هدخل الصينية بتاعتي في النص على الشبكة، هتقعد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة وهتطلع بالشكل ده. تحفة، لازم تجربيها.